ثم ذكر هذا الحديث في من لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فذكر المسبل إزارة، والمنان، والمنفق أو المنفق سلعته بالحلف الكاذب. هذه الأمور الثلاثة كلها من الأمور العظيمة، فهي كلها من عظائم الذنوب، مع أن بعض الناس فيما يتعلق بإسبال الإزار يرون أنه من الأمور التي ليست بالمهمة وليست بالعظيمة، وإذا قيل لهم في هذا الأمر تضايقوا وتضجروا وقالوا كل شيء حرام. يعني ماذا يضير إذا كان ثوب الإنسان يسترخي قليلا ويلامس الأرض؟ ماذا في هذا؟ ولو أنهم تخلوا عن أهوائهم وقرأوا هذا الحديث وحده وهو في صحيح مسلم لكفاهم زاجرا.